السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبأحسن حال. النهاردة هنعمل مع بعضينا صوابع زينب بطريقة سهلة وبسيطة ومش مكلفة، حاجة حلوة نعملها لأولادنا في بيتنا. عارفين هي معمولة ازاي؟ أحسن من نروح نشتري من عند الحلويات بتاع الحلويات. انتوا عارفين الأيام ديت الأسعار عالية، وكل واحد بقى يعني على قد ما يقدر يشتري، اللي معهوش ما بيشتريش. يلا نبدأ بالفيديو بتاعنا ونقول معانا ايه. انا معايا كوبايتين دقيق نخليهم مطلعه منهم الهواء، ذرة الملح مننساهاش احنا بنحطها في كل المعجنات، نص معلقة خميرة فورية، مكترش الخميرة عشان ما تنفش مننا. معايا معلقة سكر هتخلي الخميرة بتاعتنا تخمر. معانا هنا نص كوباية دقيق سميد، عاوزين تكتروا كمية كتروها. معايا اقل من نص كوباية زيت على سمنة، عارفين احنا بنحط السكر على المعجنات بتاعتنا عشان تنشط الخميرة بتاعتنا، تعمل تفاعل. بس كلها المكونات مع بعض، ندخلها مع بعض، السمنة مع الدقيق. احنا ما بنعجنش، بس احنا بندخل المكونات كلها مع بعض عشان يختلطوا مع بعض، كلهم يختلطوا مع بعض. هنضيف المية دافية، كوباية مية دافية. بسم الله. انتوا عارفين كل دقيق بيختلف عن التاني، يعني ممكن اخد اكتر من الكوباية دي وممكن اكتفي بالكوباية اللي معايا. خلصتها. شايفين ملمسها عامل ازاي؟ هي طرية معانا بس ما بتلزقش. شايفين حضراتكم؟ لازم تكون بالشكل دوت علشان ما تبقاش قاسية معانا لما نيجي نشكلها. انا هسيبها تخمر، هسيبها ترتاح شوية عشان لما نيجي نشكلها نشكلها على طول ما تتعب. هترتاح من 5 ل10 دقايق ونرجع مع بعضنا نشكلها. ورجعت لكم تاني بعد العجينة بتاعتنا ما ارتاحت. انا قبل ما اقفل الفيديو نسيت اقول لكم حضراتكم اني خدت معايا كوبايه الميه بس فاضت الحبه دول. شايفين الحبه في الكوبايه دي؟ يعني ما خدتش الكوبايه كلها. يعني دلوقتي العجينه بتاعتي ارتاحت، هنشكلها. الخامه بتاعتي نضيفه، هنقطعها. احنا اتفقنا ان حضراتكم احنا ما سيبناهاش تختمر، احنا سيبناها ترتاح عشان ما نيجي نشكلها ما تتعبناش. بصوا انا هشكلها قطع صغيره، مش هكبر القطعه بتاعتي. حضراتكم عاوزين تعملوها كبيره، القطعه بتاعتكم كبيره، اعملوها مفيش اي مشكله، كل واحد حسب ما بيحب. عشان بس لو الطفل بس جه يتكل قطعه ما يهدرش منها. في نفس الوقت بتبقى شكلها لذيذ، هما بيكون يعني المقاس بتاعها صغير.
انا هقطع معاكم حبه عشان الفيديو ما يطولش عليكم، وهكمل بقيه الكميه اما ارجع. ورجعت لكم تاني بعد ما قطعت العجينه بتاعتنا زي ما حضراتكم كده شايفينها اهي بالمنظر دوت. نبتدي بقى نشكلها. لو عندكم حضراتكم البصامه ديت مفيش مشكله اعملوا بيها، لو عندكم بردك المصفى دي اعملوا بيها، لو عندكم بردك الشكل ده والقطاعه اعملوا بيها، اي حاجه متاحه عندكم استعملوها. انا عملت واحده في الفاصل، شايفين حضراتكم شكلها ايه البصامه. اي حاجه متاحه عندكم اعملوا بيها مفيش اي مشكله. شايفين حضراتكم شايفين دي بالمصفى. هعمل بردك واحده معاكم دي، نفرد كده بصباعنا نفرد كده حضراتكم برضه حضراتكم. بصوا المنظر اللي انا وريتها لكم دي البصامه دي. انا هكمل بقيه الكميه لما اخلص نرجع مع بعض نقليها عشان الفيديو ما يطولش عليكم. انا حضراتكم دلوقتي بقليها في الزيت وعامله الشربات. انا كنت قبل كده عامله معاكم على الصفحه بتاعتي الشربات، كوبايتين سكر، كوبايه ميه، ومعلقه عسل جلوكوز، عشان العسل الجلوكوز بتاعنا بنضيفه عشان السيرب بتاعنا ما يسكرش. انا دلوقتي محمرها في الزيت ومهديه النار عليها، واطلع من الزيت احط في العسل. اخلص بقيه الكميه وارجع لكم. رجعت لكم تاني بعد ما خلصنا تحمير صوابع زينب. شايفين حضراتكم شكلها ايه. انا طلعتها من الزيت حطيتها في السيرب، والسيرب بتاعنا لازم يكون بارد، عشان كده انا عملته الاول عشان مينفعش الاتنين يبقوا سخنين. اي حاجه فيهم تكون بارده، يا اما السيرب يا اما نكون قالينها من الاول. انا حبيت اعمل السيرب الاول ويبرد، بعد كده احمر قدامكم صوابع زينب واطلعها من الزيت احطها في السيرب. شايفين حضراتكم شكلها ايه. دي اللي عملتها دي اللي عملتها بالقطاعه، دي اللي عملتها بالمصفى، دي اللي عملتها قدامكم قطعه صغيره. انا قلت لحضراتكم عليها يعني صغر القطعه عشان الاولاد لما تيجي تاكلها ما تخدرش منها بالبصامه ديت. بصوا من كوبايتين دقيق حضراتكم عملنا قد ايه، ولسه معايا بردك شويه. حاجه حلوه نعملها لاولادنا تفرحهم، عارفين الغلاء اللي احنا عايشين فيه. لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك وشير، لو لسه اول مره بتشوفوني اشتركوا في القناه، لو عندكم اي سؤال اكتبوا لي في التعليقات، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله.